ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده هنعمل ريفيو كده عن اوردر كنت طالباه. تمام. وعامل قلبان جامد جامد جدا على النت وكذا شركة منزلاه، بس انا ما علينا. المهم انا جبت الاوردر ده ماشي، وقلت بقى لما اشوف اللي هم عمالين يقولوا عليه آه يعني عرض جامد وسكسي جدا وتحفة ومش عارفة ايه والكلام ده كله. هقول لكم بقى انا اكتشفت ايه علشان انتوا كمان تاخدوا بالكم. يا ريت بقى لايكات كتير علشان البنات اللي هي بتجيب العروض دي، لو وقع قدامك الفيديو ده تستفيدوا منه كتير. تمام. شيري كده باللايكات علشان يوصل للناس او اللي هم عايزين يشتروا العروض دي ويعرفوا ازاي افرق ما بين الاصل وما بين المضروب. انا كده فتحت الاوردر بتاعي اهو. بصوا ده انا كنت لسه جايباه فتحته، حتى بصوا الفاتورة كمان بتاعته اهي. فتحت العرض اهو قدامكم. تمام. نطلع كده بقى كل الحاجة اللي موجودة فيه. بيجي كمان عليه هدية. ماشي. عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن هما 3 شنط زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده، 3. 6 لوشينات، 6 برفن. في كمان 6 مخمريات. تمام. المفروض ان هما كل حاجة فيهم مختلفة، يعني البرفن ده غير ده، المخمرية كله مختلف. كله المفروض ان هو بريحة مختلفة، نوع مختلف كده. تمام. المهم بقى يا ستي، طلعت الاوردر اهوت. ده بقى ايه؟ لسه اهوت هنطلع. انا عايزه بس يطلع الاوردر كله قدامكم علشان تشوفوه. دي الشنطه التالتة. دي الشنطه التالتة بتاعت البرفن. تمام. طبعا انتوا اكيد شفتوا العروض دي على النت كتير، عامله قلبان جامد قوي قوي، والناس كلها يعني عماله تشكر فيها والكلام ده كله. فانا قبل ما اجيبه سألت البنت اللي انا هجيب من عندك، بصراحة اول مرة اتعامل معاها. فسألتها قلت لها العرض ده تمام وحلو، عشان انا ما جبتوش قبل كده فانا ما اعرفش اذا كان حلو ولا لا. قالت العرض حلو جدا وتمام وكمان ميزته ان هو ريحته ثابته. قلت لها تمام ماشي خلاص ابعتولي. وخلاص اتفقنا، وبعتت لي بقى الاوردر زي ما انتوا شايفين كده. وكان بيجي عليه عرض، بيجي مع العرض هدية بتبعتها لي، اللي هو ده، اللي هو جل كعب الغزال او مسك الطهارة. قالت لي لو انت عايزة ده تمام، عايزة مسك الطهارة تمام، اللي انت عايزاه يعني اختاري واحد فيهم، يا ده يا ده. قلت لها لا ابعتيلي الجل اللي هو الكعب الغزال، مش عايزة مسك الطهارة، ابعتيلي ده. بعتتهولي. تمام. مع الاوردر اللي هما التلاتة اللي قدامكم دول. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك الحلو بقى بتاعك، تمام، والكومنتات والاشتراك في القناة، قناة كل يوم مع رشا العربي. المهم الفيديو ده يا جماعة بجد مهم، لان انا بصوا هتكلم بصراحة. انا مش هقول خالص اسم الشركة، ولا هقول اي تفاصيل عنهم. والبنت بصراحة محترمة جدا وذوق جدا جدا والله، وانا بعزها يعني. بس انا هقول برأيي بمنتهى الصراحة في العرض ده، علشان ما ينفعش ان انا يعني ايه اجامل حد في حاجة. ممكن حد يشتري غيري ويقع في نفس الغلطة اللي انا وقعت فيها. بس بصوا انا بفتح معاكم الشنط اهي. دي اول شنطة اللي هي بتاعة البرفن. دول 6 زي ما قلت لكم. المفروض ان كل واحدة مختلفة عن التانية، وكل واحدة ليها ريحة مختلفة. والمفروض ان هم ثابتين، المفروض ان هم ثابتين.
يعني الريحة المفروض إن هي ما تروحش خالص منِّك مثلًا يا ستي قولي حتى لو 24 ساعة تمام إحنا راضيين. بس للأسف بقى عايزة أقول لِك لمّا أنا جِبت العرض ده كنت واخداه بثقة من البنت زي ما قالت لي، لقيت العرض كويس وأنا شايفاه كتير على النت والناس كلّها عمّالة تشكّر، بس زي ما قُلت لكم هُم بيبقوا شركات علشان برضه ما نظلمش حد. فالمهم زي ما قُلت لكم استلمت كده الorder وفتحته، ابتديت بقى إن أنا أرُش كده على إيدي. بُصّوا حتى أنا قدّامكم، عملت قدّامكم وفضلت مستنية. بُصّي دي أول واحدة اللي هي الحمرا، وكان لو أنتم بقى تلاحظوا، عايزاكم تلاحظوا حاجة مهمة أوي، إن الغطا بتاعها أسود، الغطا يا بنات أسود. في منها في بُصّي دي الأصفر دي كانوا بيقولوا عليها جامدة جدًا، كانت عاملة قلبان أوي، أكتر حاجة أحلى حاجة فيها اللي هي الأصفر دي بيبقى لونها تحفة، سوري بيبقى ريحتها تحفة، خالص ما فيش أي ريحة. والله العظيم اتصدمت بجد، أنا بعد ما جِبته اتصدمت، بقيت عمّالة بُصّوا ماسكة إيدي أدخّلها كده sorry في مناخيري جامد عشان أشم، ما فيش أي ريحة خالص. طَب قُلت طَب استني يمكن دلوقتي تيجي دلوقتي، يمكن مثلًا لأ ما فيش أي روايح خالص، يعني المفروض البرفانات دي قبل ما بتطلّعيها كده بتشمي كده لو هي ثابتة وفظيعة زي ما بيقولوا. ماشي، لأ ما فيش، طلّعتها وجرّبتها، والله يا بنات ما فيها أي ريحة خالص. عارفين اللي هي مش عارفة أوصف لكم إزاي، عارفين المَيّة، هي المَيّة بيبقى ليها ريحة، هي كده، هي مَيّة ما لهاش أي ريحة. بُصّوا بقى الغطيان بتاعتها أسود. خلّي بالِك جدًا لمّا تيجي تشتري العرض ده ما تجيبيش اللي هو الغطيان اللي هي ما يكونش غطاها أسود، ده اللي أنا عرفته والله أعلم. أنا برضه ما جرّبتش التانية بيقول لِك الغطا بتاعها بيبقى جولد وفضي، بيقول لِك الجولد والفضي هُم دول اللي بيبقوا الأصل، لكن الغطا الأسود اللي أنا خدتهم دول، ده المضروب، والله أعلم برضه، والله أعلم. ليه بقى؟ عشان أنا برضه ما جرّبتش الجولد والفضي. تمام، أنا ما أعرفش، أنا ما جرّبتش الجولد والفضي عشان أكون يعني صادقة معاكم، أنا ما جرّبتش الجولد والفضي، أنا جرّبت الأسود اللي أنا جِبته أهو قدّامكم، اللي أنا مطلّعاه ده قدّامكم، هو ده اللي أنا جِبته وطلع سيء، سيء، سيء. بُصّي والله العظيم ما ينفعش باقول لِك مَيّة، مَيّة، ما فيهوش أي ريحة تمامًا خالص. فطبعًا اتصدمت على فكرة، يعني أنا عمّالة أشوف على النت كتير العرض تحفة، تحفة، العرض حلو، العرض فظيع، العرض sexy جدًا لدرجة إن أنتِ ما تقدريش تخرجي من بيتِك لدرجة الريحة بتقعد معاكِ كتير أوي والكلام ده كلّه. فأنا بقى فرحت قُلت تمام ده حلو جدًا، وأنا من النوع بقى اللي بيحب يجرّب، أنا بقى يعني أنا من النوع اللي بيحب يجرّب أوي، فقُلت مش مشكلة هاجيبه. وطلع يعني طلع مش حلو خالص، طلع سيء جدًا. فعشان أنا باقول لكم يا جماعة خدوا بالكم، خدوا بالكم. بُصّوا دول كمان ولا ليهم أي ريحة، دول اللي تتحط على الجسم لأ خالص، ما فيش أي ريحة خالص، خالص، خالص. والمخمريات نفس القصة، أنا كنت باجيب يا جماعة مخمريات والله العظيم، يعني مش قادرة أقول لكم على يا لهوي يا بنات على الريحة بتاعتها تحفة، والثبات بتاعها بتقعد على جسمِك بطريقة، يعني بتقعد فترة وريحتها تحفة. يعني بُصّي يعني مش قادرة أقول لِك بتبقى عاملة كده فواحة في البيت، بتبقى زي الفواحة كده في البيت. دي أنا كنت أجيب منها على طول يعني، دي اللي فأنا قُلت المخمرات دي بقى تحفة وحلوة جدًا، أنا أصلًا باحب المخمريات، فلقيتها زي نفس القصة بتاعة البرفانات واللوشانات دي ما فيش أي فيها ريحة خالص، خالص. فطبعًا العرض طبعًا مضروب ومش حلو. وزي ما قُلت لكم أنا مش هاقول اسم الشركة دي، لإن هي بتقول لي في ناس أخدت منها، وأنا طبعًا أنا بالنسبة لي أنا شُفت وجرّبت لأ مش حلوة ما لهاش أي ريحة خالص ومش عاجباني. فاتصلت بالبنت قُلت لها كنت بقى متعصبة جدًا، جدًا بقى ومتضايقة، دي المخمريات يا بنات زي ما باقول لِك ما لهاش أي ريحة خالص، ولا أي حاجة ليها ريحة خالص، خالص.
يمكن اللي هو بُصّي لو عايزة تجيبي لوحده هاتي اللي هو جل كعب الغزال ده، هو ده اللي بصراحة حلو، تمام، هو ده اللي حلو. لمّا شُفته خدت سِنّة كده صغيّرة كده على إيدي، لأ بجد حلو، حلو جدًا، ممكن تحطّيه كمان على الشفايف وممكن تحطّيه على الخدود، بيدّي لون وردي كده في بشرتِك يعني، بس حلو ده حلو. لكن بقية العرض كُلّه لأ، لأ، وِحِش جدًا، وِحِش أوي، 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 ماشي؟ فالمهم كلمت البنت وقُلت لها: "لأ، أنا طبعًا مش عايزة العرض دوّة وأنا هارجّعه لإن هو أصلًا ما لوش أي ريحة وما فيش ثبات وما فيش مصداقية." فأنا وانهارت على البنت جامد جدًا وفضلت أزعّق معاها وهي بصراحة كانت في منتهى الأدب معايا، وقالت لي: "خلاص تمام هاعمل لِك اللي أنتِ عايزاه وخلاص هارجّعه لِك." وفعلًا هي بعتت لي المندوب تاني وأخد العرض تاني، يعني رجّعته، قُلت لها: "لأ مش هينفع معايا وأنا مش عايزاه." مش قصة بقى إن أنا أرجّع فلوسي وبتاع، هو طبعًا المفروض إن الواحد ما يرميش فلوسه وخلاص في أي حاجة خصوصًا إن هي مش حلوة، بس لأ هي بصراحة أنا اتضايقت من الموقف والله العظيم يا بنات وحياة ربنا مش عشان الفلوس بس، أنا اتضايقت كمان إن العرض طلع وِحِش أوي وأنا كنت عايزة العرض ده وكنت زي ما سمعت شوفي تخيّلي لمّا تلاقي حاجة الناس عمّالة تقول عليها حلوة، حلوة وأنتِ بقى عايزة تجيبيها وتطلع وِحشة جدًا، فأنتِ بتصطدمي. فخدوا بالكم، خدوا بالكم، أنا قُلت لكم خدوا بالكم جدًا.